السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بيكم في قناتي شيماء ابو المجد. هنعمل مع بعض النهارده المسروده الفلاحي بطريقه سهله جدا وبسيطه. كتير منكم اكيد ما يكونش عارفها، بس عايزه اقول لكم ان هي اكله كده خفيفه ولذيذه وطعمها حلو جدا، وكمان في عمايلها كده متعه ولذيذه وحاجه كده قمر بجد. يلا مع بعض نقول بسم الله ونشوف المكونات بتاعتنا. اول حاجه معايا 3 كيلو من الدقيق، حطيت عليهم معلقه كبيره من الملح، قلبتهم مع بعض وهنزل عليهم بميه دافيه وهبدا ان انا اعجنهم. عجينة المسرودة زي عجينة الرقاق كده، لا هي يابسة ولا هي طرية، بين الاتنين كده بالظبط. هتعجنيها كتير عشان تعمل معاكي عرق وتديكي نتيجة حلوة، وكمان تتفرد معاكي بكل سهولة. لتي وعجيني فيها كده وطلعي فيها كل طاقتك. عايزه اقول لكم والله بجد عمايلها حرفيا بالنسبه لي كده متعه، وبحب اليوم جدا اللي احنا نعمل فيه مسروده. طبعا مش هقدر اقولك كميه معينه للميه لان نوع الدقيق بيختلف من مكان للتاني. هعجنها بقى كويس جدا لحد ما تبقى معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، لا هي طريه ولا هي يابسه. هنا النور كان قطع بس عادي جدا كملنا عجن مفيش مشكله. خلصت بقى العجن بتاعها بالشكل ده، وهبدا ان انا المها كده في مكان واحد بالشكل ده، وهسيبها لحد تقريبا 10 دقايق كده ولا حاجه ترتاح. في العشر دقايق دول بقى عملت ايه؟ جبت دقيق ذره وهبدا ان انا انخله كويس بالشكل ده، والمنخل معانا يكون ضيق، احنا مش عايزين فيها رده خالص. تمام، هنخلها كويس جدا يبقى الدقيق معانا ناعم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. احنا بنعملها على دقيق ذره. لو انتوا عايزين دقيق عادي، الدقيق عادي ده مفيش مشكله خالص. لو حابه ميكس بين الاثنين دقيق ذره او دقيق العادي برده مفيش مشكله خالص. هبدا بقى بعد ما نخلتهم كويس جدا هرش الصينيه بتاعتي كويس قوي. انت هتحس ان هي بتاخد معاكي دقيق كتير جدا، بس في الواقع لا، انت هتلاقي ما شاء الله ان كميه الدقيق معاكي اتبقت كتير قوي. تمام، هبدا بقى ان انا اقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، يعني قد البرتقانيه الصغيره كده. تمام بالشكل ده، وبحطها بقى على الدقيق اللي انا رشيته على الصينيه على طول بالشكل ده وبكل سهوله، وتقطع معاكي على طول جدا. لو لقيتيها بتلزق شويه ولا حاجه حطي ايدك في الدقيق كده وقطعي برضه تقطع معاكي بكل سهوله. هخلص بقى كل الكميه بتاعتنا بالشكل ده، وطبعا عشان ما تنشفش احنا كنا بنعملها في شقه اخويا فوق، مفيش طبعا شبابيك ولا اي حاجه وكلها مفتحه، فبنغطيها عشان وشها ما ينشفش معانا. هبدا بقى باول كوره انا قطعتها، هبدا ان انا افردها حاجه بسيطه بس كده على الدقيق زي ما انتم شايفين، هفردها واقلبها وافرد برضو بالشكل ده، وهحطها في صينيه تانية برضو مرشوشه بالدقيق. كل ده دقيق ذره. زي ما قلت لك، حبه دقيق عادي مفيش مشكله، حبه دقيق ذره على دقيق عادي برضو مفيش مشكله، براحتك. هبدا ان انا افردها حاجه بسيطه كده زي ما انتم شايفين، وهحطهم كلهم على صينيه عندي مرشوشه برضو بالدقيق زي ما انتم شايفين كده. هخلص بقى كل الكميه بتاعتي وهبدا باول كورتين انا فردتهم، هحط واحده واحط رشه حلوه كده من الدقيق، واحط التانية وهبدا برضو ان انا افردهم حاجه بسيطه زي ما انتم شايفين كده. بفردهم على مراحل، بمعنى اصح بخلي العجين معايا يرتاح عشان يتفرد معايا بكل سهوله. بعد ما بفرد اتنين بقى فوق بعض بالشكل ده وبينهم دقيق، هاخد اكتر واحده اتفردت احطها كده على جنب، واخد التانية اعيد عليها في الفرد كويس قوي، وبعد كده احطها عليها. هعمل كده حوالي صف 10 مثلا ولا اي حاجه فوق بعض. تمام، هخلص بقى كل الكميه اللي معايا برضو بنفس الطريقه، وهسيب العجين معايا يرتاح على ما بخلص يكون اللي انا فردته ارتاح معايا. بفرد اتنين فوق بعض، اللي اتفردت كويس قوي بشيلها احطها على الصف، وبعد كده التانية بعيدة عليها بالشكل ده، وبحطها على الصف برضو لحد ما اعمل مثلا 10 او 11 كده، واعمل صف غيره لحد ما اخلص كل الكميه اللي معايا. يا رب ان شاء الله يكون الكلام مفهوم كويس. بعد كده بقلب الصف بقى عشان ياخد اول واحده انا فردتها، وبحطها على رشه دقيق، وبعدين احط رشه محترمه جدا من الدقيق، واحط التانية ورشه محترمه والتالتة لحد 5 6 طبقات بالشكل ده عشان افردهم كلهم مع بعض زي ما انتم شايفين كده. طبعا اهم حاجه انك ترش دقيق كتير جدا كتير جدا كتير جدا عشان خاطر ما تلزقش معاكي. هبدا بقى بكل قوتي افرد من الاطراف، وبعد كده اقلبها افرد برضو من الاطراف، وهبدا بقى من النص لبره من النص لبره، وبرضو اتاكد قوي ان انا افرد الاطراف كويس بالشكل ده. عايز اقول لكم ان هو هيتفرد معاكي بكل سهوله لانك بتسيبي العجين يرتاح. قلبتها برضو واستمريت ان انا افردها. طبعا تقدري تعملي الخطوه دي بنشابه، بس عايزه اقول لك هي مش محتاجه نشابه ولا اي حاجه خالص، بايدك كده هتتفرد معاكي بكل سهوله. تمام بالشكل ده، بتوسعيها على قد ما تقدري. اتقطعت معاكي عادي جدا مفيش اي مشكله، لان احنا كده كده هنكسرها في الاخر. بعد ما فردتها بقى وبقت رقيقه جدا جدا، هبدا ان انا اشيل راق راق كده وانفضه كويس جدا من الدقيق، واحطه على اي غربال او دياره عندك بالشكل ده. تمام، دي كانت اخر طبقه. لو حسيت ان هي سميكه شويه بتفرديها برضو عادي جدا. دي تاني مره اهي اعملها معاكم. حطيت دقيق، حطيت طبقه، حطيت دقيق طبقه، وهكذا لحد 5 6 طبقات. هفرد من الاطراف كويس واقلبها افرد برضو من الاطراف، وبعد كده من النص بالشكل ده. وهبدا ان انا افردها كويس جدا وتقلبي فيها عشان كل حاجه تبقى متساويه، كل الطبقات تكون متساويه
بكل سهوله زي ما انتم شايفين كده بتتفرد معاكي وبتبقى واسعه وحلوه قوي ورقيقه كمان. هبدا ان انا اشيلها وانفضها كويس جدا من الدقيق واحطها على غربال او ديوره بالشكل ده الغربال اهو، حطيت عليه كل الطبقات اللي انا عملتها، وهطلع بقى على السطح كده افرش حصيره عليها ملايه نظيفه، وهبدا ان انا احط طبقه طبقه كده على الملايه عشان تنشف معانا في الشمس. طيب مفيش شمس، عادي جدا تحت اي مروحه عندك وشغل المروحه هتنشف معاكي. اما تبدا ان هي تشد كده وتبدا ان هي تنشف على طول في الغربال او الديوره بتاعه المسروده، هبدا ان انا اكسرها بايدي بالشكل ده، وهبدا بقى ان انا افركها كويس جدا في الديوره عشان تنزل معانا قطع او لقيمات زي ما انتوا هتشوفوها بالشكل ده بكل سهوله. عايز اقول لكم ان الدياره دي او الغربال ممكن تلاقوها عند اي حد بيبيع المناخل العاديه، ان شاء الله يعني تكون متوفره عندكم. ببدا بقى ان انا انزلها كلها بالشكل ده، اخلص بقى كل الكميه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعد كده ندخل على تاني مرحله ان احنا نشيل منها كل الدقيق الزياده. هبدا ان انا اجيب الغربال او الدياره بتاعه المبروم او الكسكسي، وهبدا ان انا انخل فيها كل المصروده بتاعتنا، هتنزل معانا الدقيق وكل الحاجات الصغيره زي ما انتوا شايفين كده. تمام، بنفضها كويس جدا من الدقيق بالشكل ده. طيب الدقيق ده هنعمل فيه ايه؟ طبعا في مصروده نزلت معاه، هنجيب بقى المنخل بتاع الدقيق العادي جدا عشان نفصل قطع المصروده الصغيره عن الدقيق. تمام، قطع المصروده الصغيره دي بقلبها مع المصروده عادي جدا وبنستخدمها وبناكلها بالف هنا وشفا. الدقيق طبعا ممكن تعملي فيه ايه، ممكن تستخدميه تاني، بس اول خطوه تعمليها ترشيه كويس جدا على صينيه، تسيبيه في البلكونه شويه في الشمس، وبعد كده تستخدميه عادي جدا مفيش مشكله لان هو بيبقى مندي شويه. تمام، بس كده يبقى دي الاستخدام. والمصروده عادي جدا اللي هي القطع الصغيره بنقلبها على المصروده الكبيره وبتتاكل. دي شكلها بقى بعد ما خلصتها ونخلتها كويس جدا ما بقاش فيها دقيق خالص زي ما انتم شايفين كده. معايا حله البخار حطيت فيها الميه غلي كويس جدا، وحطيت الشال او اي طرحه عندك قطن تكوني مش هتستخدميها وتكون نظيفه. ابدا ان انا احط فيها المصروده بالشكل ده واسيبها على نار هاديه لمده ساعه او ساعه الا ربع. طبعا قبل ما اجي اطفي عليها مثلا هبدا ان انا اقلبها كويس جدا عشان كله يستوي. دي ميه حطيت عليها كيس من البيكنج باودر بس مش اكتر من كده، ميه عادي جدا من الحنفيه. بعد ما شلت المصروده بقى من حله البخار هبدا ان انا اقلبها بالشكل ده، افكك منها كل التكتلات اللي موجوده، لو في اي شويه لازقين في بعض كده ابدا ان انا افككهم كويس جدا بالشكل ده. طيب بعد كده هنعمل ايه بقى، نستخدم الميه اللي احنا حاطين عليها البيكنج باودر. طيب المصروده معانا لو طلعت لسه يعني عاتبه او ما فيهاش ملح كتير، حط شويه ملح على الميه اللي احنا عملناها. تمام، هبدا بقى انزل بالميه كده ارشها ومع التقليب المستمر، ما انزلش بيها مره واحده، انا برشها وبقلب. تمام، اكنك بتعملي مبروم او كسكسي بالظبط بالشكل ده. هتلاقيها خفت معاكي، لو شلت شويه المصروده في ايدك كده تلاقيها خفيفه، وتلاقيها ما شاء الله زادت معاكي كمان. واحطها مره تانية في حله البخار. تمام بالشكل ده، هسيبها حوالي نص ساعه، وبعد كده هبدا ان انا افككها بالسمنه زي ما انتم شايفين كده. ال3 كيلو دقيق انا حطيت عليهم كيلو من السمنه، تكون سمنه سايحه بس مش سخنه. تمام، حابه تحطيها زبده مفيش مشكله براحتك. هبدا بقى ان انا اقلبها كويس جدا وافكك منها برده كل التكتلات. وعايزه اقول لكم ان السمنه بتبان فيها وهي مش بتاخد سمنه كتير زي المبروم او الكسكسي، وان هي خفيفه كمان كتير كتير كتير. بصراحه حلوه قوي وطعمها لذيذ كده، وطعم الدقيق الذره بيجي كده افتر تيست، بتبقى حلوه قوي. جربوها بالطريقه دي ان شاء الله تعجبكم جدا. طبعا لو الفيديو عجبكم ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديده. اعملوها بقى في رمضان هتعجبكم قوي. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.